بوتين فضح المستور وأفسد خطة المليار الذهبي بعدما عثر على وثائق سرية في أوكرانيا. لماذا قد يختفي البشر بسبب المثلية؟ المليار الذهبي هل هي مجرد نظرية كما يراها الأغلبية، أم أن معالم خطة المليار الذهبي بدأت تتضح منذ جائحة كورونا وبداية الحرب على أوكرانيا؟ ثبت في الأمم المتحدة الآن أنها أصبحت أوكرانيا حاضنة للبيولوجي المعامل. قدمت وثائق في الجلسة أمس، كانت جلسة صاخبة تعالت فيها الأصوات. وش الفكرة؟ قدموا الأمريكان، قدموا الروس وثائق ومصورات تثبت المعامل البيولوجية وأسماء الأمريكان، أسماء الشركات الأمريكية، وجابوا حتى الطيور المستخدمة في الترحيل ونقل البيولوجي والربط الإلكتروني، وجابوا وقالت منظمة الصحة العالمية احنا ما عندنا خبر، قالوا لا تكذبون، هذه زياراتكم، هذه بياناتكم. هي مواجهة زي ما قلت لك، مواجهة عالمية. وش مشكلة المعامل البيولوجية والحيوية؟ هي الأوبئة التي تشوفها. بعد هذه الفيديوهات يمكننا القول أن كل شيء أصبح مكشوفا، ورغم ذلك الكثيرين لم يصدقوا ما يحدث. لنعد الآن لموضوعنا، وهو قصة المليار الذهبي. خطة المليار الذهبي خطة تتبناها مجموعة من البشر تتميز بالتحكم في العالم اقتصاديا وسياسيا، وهو ما نسميه بالدولة العميقة. هدف هذه الخطة إنقاص عدد البشر الموجودين على الكرة الأرضية إلى مليار، والسبب أن الأرض ومواردها لم تعد كافية، ولا بد من القضاء على البشر حتى يعيش المليار المتبقي باكتفاء وراحة وسعادة. في أدلة أيضا ما يعرف بألواح جورجيا أو نصب جورجيا الذي يعود إلى الثمانينيات، يوجد في ولاية جورجيا الأمريكية، وقد تعرضت للتخريب في الفترة الأخيرة من طرف مجهولين، وهي ألواح من الجرانيت. من قام بتنصيبها أيضا شخص مجهول ولا يعرف سبب وجودها، لكن المثير للجدل هي الوصايا العشر المكتوبة عليها ب8 لغات مختلفة، منها اللغة العربية واللغة العبرية. ومن هذه الوصايا يبقى عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون نسمة في توازن دائم مع الطبيعة. أضف إلى هذه الحقائق ما يقدمه الإعلام الأمريكي عبر أفلام هوليوود. لا يخفى على الجميع أن هدف إعلامهم هو تهيئة العقول وزرع هذه الأفكار المخيفة ليتقبل العقل البشري ما سيحصل على أرض الواقع. وفي إطار النظرية أنتجوا عدة أفلام، أشهرها فيلم Avengers Infinity War الذي بين نظرية المليار الذهبي بشكل واضح. وقد تبين أنه من أهم الوسائل المستعملة في هذه المؤامرة ضد البشرية هي الحروب المفتعلة منذ عقود، إضافة إلى أهم وسيلة وهي حرب الفيروسات أو ما يسمى بالحرب البيولوجية. هذا ما رأيكم بتصريحات بيل جيتس؟ ما رأيكم بجائحة كورونا؟ ما رأيكم بما يسمى جدر القرود؟ وما رأيكم بدعم المثلية؟ كل هذه التساؤلات تصب في وادي الحروب البيولوجية التي تشنها الدولة العميقة على عالمنا هذا في إطار تحقيق المليار الذهبي. وبالحديث عن المثلية قد يبدو لكم الأمر غريبا وتتساءلون ما العلاقة بينها وبين المليار الذهبي. بكل بساطة، لو انتشرت المثلية وأصبح الرجل يضاجع الرجل والمرأة تضاجع المرأة ولم يعد هناك زواج على الفطرة، فمن سيلد أجيال المستقبل؟ هكذا سيتناقص المواليد عاما بعد عام، وفي نفس الوقت يزداد عدد الوفيات بسبب الحروب والأوبئة، فينقص عدد البشر في عالمنا بشكل خطير. ما نقوله صار شيئا ملموسا منذ سنوات وبشواهد ثابتة، وتم إرضاخ عدة دول من بينها دول عربية وإسلامية لتوقيع اتفاقيات تضمن حقوق المثليين، وتفشت الظاهرة في الغرب والقادم أخطر. يتلاعبون بالبشر والهدف سيطرتهم على هذا العالم والوصول إلى المليار الذهبي. ولكن السؤال الأهم، لماذا المليار الذهبي؟ هل حقيقة أنه فقط من أجل الاكتفاء والرخاء، أم أن السبب أكبر وبعده عقائدي؟ نتمنى أن تشاركون الرأي بالتعليقات أسفل هذه الحلقة الهامة.